السلام عليكم الشيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم فيديو جديد وبوصفه جديده واللي هي كوكا بدون عجينه مورقه واقتصاديه. قبل مشاهده الفيديو نتمنى ديروا لي جيم واشتراك وتفعلوا الجرس. نبداو على بركه الله. نحتاج كأس من الماء، كأس من الزيت، قليلا من الملح، نخلط جيدا. نضيف الفرينة والقليل من الخميرة الكيميائية. نخلط جيدا. ونضيف الفرينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة. نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة شادة روحها. هنا بعد ما تتلم لي العجينه تاعي نحتفظ بها عفوا في الثلاجه لمده 30 دقيقه. بعد ما ارتاحت العجينه تاعي 30 دقيقه في الثلاجه نحلها بالحلال ونفرغ عليها خليط متكون من 4 كاس زيت، 4 كاس زيت و3 ملاعق كبيرة مايزينا. نفرغوا الخليط. نديرو على العجينة كامل كيما هكا. هنا الخليط ضربوه مليح. بعد ما كملنا نشدوا العجينه تاعنا ونروليها كيما من نرولي البسكوي كيما راكم تشوفوا. تحصلنا على رولي. هنا الرولي تاعنا نقسموه على 2. القسم الاول نحله ونديره في البلاطو. هنا على حسب البلاطو اللي عندكم نحله مليح بالحلال. يعني وصفة اقتصادية. والحشو تاعي قليت فيه حبة بصلة، حبة طماطيس، حبة طماطيس، حبة ثوم، والدجاج. لا كان عندك ديري، ما كانش عندك معليش. انا ما خليتهاش ارتاحت بزاف لاخاطش الوقت ما كفانيش. نديروها في البلاطو تاعنا، نحلوها هكا مليح.
مليح. هي المهم تكون بنينه. حلوها مليح. نطلعوا هنا شويه في الاطراف. بعد ما فرشنا القسم الاول من العجينه نروح للحشو. الحشو قلت لكم عليه، درت حبه بصله، حبه طماطيس، درت شويه كفته. لما اللي ما عندهاش كفته معليش، شويه درت شويه كمون، شويه ملح، شويه حرور، وشويه راس الحانوت. نفرغ الحشو تاعي. نفرغ الحشو تاعي كيما هكا. ندير عليه الجبن المبشور. نبدو طريقه التزيين. هنا ما كانش عندي زيتون اسود، درت زيتون اخضر، اللي عندك ديريه. بعد ما كملنا التزيين ندهنوها بحبه بيض ومعها شويه تاع الخل. ندهنو كيما هكا. نروح نديرها للفرن ونرجع لكم ان شاء الله. الشكل النهائي تاع الكوكا تاعنا. نتمنى تعجبكم وتجربوها. وصفه سهله اقتصاديه بنينه، ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله تديروا لي جيم واشتراك وتفعلوا الجرس، وان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم. مع السلامه.